في مفاجأة متوقعة. يعني كل المفاجآت بتبقى حاجة كده صدفة وحاجة مش متوقعة وحاجة محدش عامل لها حساب. دي بقى مفاجأة متوقعة. يعني انت ايه اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج؟ الزمالك هو اصلا كامل. الزمالك هو اصلا كامل كان ممكن يعمل ايه مع كهرباء الاسماعيلية دي؟ كان ممكن يتعادل او يكسب 1-0 بالعافية، في وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل ومحمد صبحي وسيف الجزيري وضي دباغ والكلام ده كله. مع كهرباء الاسماعيليه دي كان ممكن يكسب 1-0، 2-0 لما يكون عامل ماتش جامد. فطبيعي لما يكون غايب عنك. انا هسميها ثلاث خطوط. ثلاث خطوط من الفرقه. حارس المرمى مهدي سليمان ما حسيتش بوجوده، ملوش لازمه. خط الدفاع بالكامل. يعني انا قلت هيلعب عمر جابر عشان يبقى فيه عنصر خبره شويه في قلب في خط الدفاع، و حاجه تسند مع اللي هم الفرقه اللعيبه اللي مش موجوده. ماشي. قام جاي شايل عمر جابر، وبقى خط الدفاع الاربعه مدافعين بالكامل ناقصين. ورقم ستة طبعا ناقص، اللي هو مين؟ دونجا او احمد ربيع لما ربنا يشفيه بقى. ما اعرفش هو مصاب ولا قرب يخف ولا ايه. فعندك ثلاث خطوط. حارس المرمى ده خط، رباعي خط الدفاع ده خط، خط الوسط الدفاعي ده خط. ثلاث خطوط ناقصين. فطبيعي وكانت يعني انا بالنسبه لي انا هتكلم عن نفسي. انا بالنسبه لي ده كانت المفاجاه ان الزمالك يجيب 3-0. دي كانت المفاجاه بالنسبه لي انا. ان انا كنت متوقع ان الزمالك هينزل يخش فيه 3 4 اهداف، وممكن يجيب له جون كده ولا جونين حلاوه روح. واللي انا كنت حاسبه هو حصل في الاخر. بس بقى السيناريو ان يجي قذر كده. يعني انت يعني عارف، لو انت كنت خسرت 3 4 في الاول وانت قعدت تحول تعوض واحد في التاني مش عارف ايه، فده ماشي. ان انت تكون انت كسبان 3-0 شوط اول كامل، تنزل 45 دقيقة يخش فيك 3 وكان هيخش فيك 4 و5. انا لما شفت يعني احمد عبد الرؤوف، انا عمري ما هكلمك اقول لك انت ازاي الفرقه الدفاع عامل كده. لان انت اصلا بارون وشينج اللي هو ما كناش كنا بنخاف نلعبه في مركزه الاساسي باك يمين. انت حطيته قلب دفاع لان مفيش حد يعني، وحقك. وبالمناسبه بارون وشينج النهارده ما كانش سيء قوي، يعني ما كانش مزري زي ما انا كنت خايف وقلت هيحصل فينا بلاوي بسببه. الى حد ما كان بيطلع كرة كويس، كان نوعا ما بيغطي كويس في مركز مش مركزه نهائي، وهو اصلا عيل صغير واصلا باك يمين. احنا جايبينه احتياطي لعمر جابر، انت فجأة بتلعبه اساسي في قلب دفاع. حاجة في منتهى القرف. يعني مفيش نقص عددي كده. هو بص، يعني بيراميدز الناحية التانية خدها من قصيره ولعب بالناشئين كلهم. بس ده بيراميدز، مفيش حد هيتحرق دمه. مفيش حد يعني ايه هيزعل ولا 1% حتى، غير يعني والله العظيم حتى اللعيبه نفسها ما هتزعل، ولا الاداريين هيزعلوا، ولا رئيس النادي التنفيذي هيزعل، ولا اي حد هيزعل، ولا بص ولا اي تأثير. عادي، دي بطوله اصلا مش مهمه بالنسبه لهم. 10 مليون جنيه بياخدهم مصطفى فتحي في شهرين في السنه. مصطفى فتحي لوحده فيعني ولا حاجه بالنسبه له. فانت هنا كزمالك انت بتجرب وبتاع. اتمنى كده، بما ان انت شكلكم كده مش ناويين تاخدوا البطوله دي ومش في دماغكم. اتمنى ان انت بقى تبدا تجرب. لو طول ما في ماتشات في البطوله ولسه ليك دور ولسه ليك نفس ولسه ليك منافسه، اتمنى ان انت تجرب. انس وائل انا شفته النهارده، الواد لمسته كويسه، عنده لمسه كويسه، خفيف. تجرب محمد حمد. لما نزل برضو كان يعني انا حاسس ان هو عنده احسن من كده، وهو فعلا كان عنده احسن من كده في المنتخب لما كنت بشوفه في الناشئين لما بسمع عنه. محمد ابراهيم الواد الباك اليمين آه، مش مزري. يعني شوف، انا بقت احلامي في لعيبه الزمالك ان هي تبقاش مزريه.
تبقى يعني على قدها، بس ده بقى يعني بفرح لما الاقي لاعب بيعمل الحاجه العاديه قوي. فالواد برضو اللي اتصاب اسمه ايه، فادي مش عارف ايه كده، قلب الدفاع ما كانش وحش لغايه ما خرج وبقت الدنيا بقت خرابه. انا بس عندي استفسار، هل في قطاع الناشئين في جميع المراحل السنيه مفيش باك شمال عشان نجيب ايش ونحط باك شمال؟ بالله عليكم، كنادي الزمالك، نادي الزمالك ما عداش على اختبارات الناشئين، ما عداش على اي مرحله من مراحل الناشئين في اي حد من تحت الفريق الاول باك شمال، حتى لو نص نص مش وحش قوي، مش يعني لا حلو ولا وحش، عادي. للدرجه دي مفيش حاجه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اتمنى بقى الفتره اللي جايه تدي ناصر منسي ياخد تاني، يرجع ياخد تاني. الماتشات اللي جايه اتمنى اشوف انس وائل، محمد حمد، العيال الصغير اللي نزل، يوسف الفرنسي في نص الملعب، الواد اللي ابو شعر اصفر دوت اسمه يوسف الفرنسي. اتمنى اشوف اللعيبه ديت. يمكن لو كملت في البطوله دي 3 4 ماتشات قدام، تطلع بلاعب او اتنين يسندوا معاك سنده حلوه في الدوري، يتحطوا في القايمه احتياطي للعيب اساسي قوي عندك. يبقى عندك بديل لبزيرة مثلا، لو انس وائل ده خده بقى كان خطير وخد الثقه، يبقى بديل قوي لبزيرة. محمد حمد يبقى بديل قوي لشيكوبانزا. اتمنى اشوف كده. نيجي بقى على الكارثه التانية والمصيبه الكبرى، هي بقى دي كانت المفاجاه الغير متوقعه. بس يعني عايز اقول لك برضو، والله العظيم برضو متوقعه، تصدقوا؟ بس يعني توقعي انا ما كانش هنبقى نوصل للمستوى المزري ده. انا قلت المره دي بقى خلاص بقى، يعني مع الحميه وان دي اخر فرصه ومش عارف ايه، هنكسب 1-0 بالعافيه. ليه؟ لان ده في اولا منتخب الاردن على راسي، على راسي منتخب الاردن ودوله الاردن واي حد اردني في الدنيا. بس احنا دايما بنحط على الفرقه دي، انا اسف يعني، باي حد عندنا، احنا المستوى بينا وصل للقذاره دي، وصل بينا المستوى الفني للقذاره دي. منتخب الاردن بيلعبنا بالصف الثالث بتاعه، الصف الثالث لمنتخب الاردن يا كفره، الصف الثالث. الفريق الاول اصلا مش مشارك في البطوله، بيلعبوا بالفريق ب بتاعهم في الصف الثاني. الفريق الثاني اختيارات الثانيه بيلعبوا بالاحتياطي بتاع الاختيارات الثانيه. ناقص يلعبوا مين؟ يعني يجيبوا لكم عيال صغيره تلعب، ينزلوا يسيبوكم تلعبوا انتوا الحكام. سبب الكارثه اللي احنا فيها دي هو انت يا هاني ابو ريده. سبب الكارثه اللي احنا فيها دي هاني ابو ريده جايب صحابه، وجايب يعني شغل بقى نسوان، ده شغل نسوان. جايب انا ابو ريده، جايب حلمي طولان عشان يعاند في حسام حسن، ودوت يمسك في لعيبه ده ودوت يمسك في لعيبه ده ويبوظ الدنيا، ويطلعوا يفضحوا بعض على القنوات. حلمي طولان يشتم في حسام حسن، وحسام حسن يشتم في حلمي طولان. واللي بيضيع في مصر في النص مين؟ مصر، اسم مصر وهيبة مصر وتاريخ مصر والارقام اللي هتتسجل في تاريخ مصر ما بتتنساش. هتتسجل الاردن كسب الصف الثالث المنتخب المصري. منتخب مصر خرج من دور المجموعات في بطولة كأس العرب مع الاردن والكويت ومش عارف مين. مع احترامي للناس دي، بس احنا فين وهم فين؟ كنا فين وهم فين في الكوره؟ شوفوا هم بقوا فين واحنا بقينا فين. ده اللي انتوا عايزينه في مصر؟ عايزين الاهلي يفضل يكسب 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 علشان بس ايه؟ نحدق كده عشان نفسنا ما تموعش، الزمالك ياخد له بطوله ولا بطولتين كل 10 سنين عشان نفسك ما تموعش، وبعد كده خلاص تكمل تاني. تخطيط لمنتخب مصر مفيش.
اختبارات ناشئين كما انزل الكتاب مفيش. تخطيط لاستثمار في لعيبه مفيش. مستوى فني لمدربين مفيش. كله صفر. روحوا شوفوا المغرب، منتخب مصر، منتخب المغرب التاني بتاعهم مرعب. منتخب المغرب التاني بتاعهم مرعب. ده لو لعب منتخب مصر الاول بتاعنا هيحط عليه. منتخب المغرب الاولاني بقى اللي هو الصف الاول بتاعهم ده خلاص، ده في حته تانية. ده المفروض ما يلعبش في قاره افريقيا دلوقتي خلاص. هيحط على اي فرقه مستريح 3 4 اي فرقه في افريقيا يحط عليها 3 4 اهداف مستريح. منتخب المغرب الاولاني بقى مكانه يلعب في قاره اوروبا. احنا عمالين ننزل 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 ننزل. خليكم انتوا تبسطوا بقى باللي انتوا بالنظام اللي انتوا عاملينه، بالمحسوبيه اللي انتوا ماشيين بيها، بالوساطه والقذاره اللي انتوا فيها، وضيعوا فرق في مصر وخلوا فرقه واحده هي اللي تبقى اللي عايشه، وخلي الدوري ده مستواه بسبب ان عدم وجود تنافسيه وعدم وجود منافسه شريفه وعدم وجود عدل. ده الناتج. ده منتخب مصر. وبمناسبه منتخب مصر الاولاني هيحصل منتخب مصر التاني ده. بكره هفكركم زي ما قلت لسه في الفيديو اللي فات واللي قبليه. حسام حسن هيرجع زي ما حلمي طولان رجع كده بعد 3 ماتشات من المنتخب من البطوله. مش هيكمل بعد دوري المجموعات. وانا هو وانت هو. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد ماتش الاهلي يوم الجمعه مع انبي، في ماتش برضو في بطوله كاس العاصمه. السلام عليكم.